إطار قانوني أو مدونة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستمكن أولا من تحديد ما هي الأهداف المفترضة وما هي أولويات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما كاينش. الأهداف المفترضة والعلاقات ما بين مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أي ما هو تعاوني، ما هو مرتبط بالجمعيات وما هو مرتبط بالتعاون. ثانيا ينبغي أن تكون هنالك هيئة وطنية وهيئات جهوية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. واليوم ونحن بصدد إعداد الجهة ديال الدار البيضاء الكبرى والجهة اللي هو طبعا الكلادة واشتغلت على هذا الموضوع. اليوم المخطط الجهوي ينبغي أن يعطي واحد الخاصية كبرى والاهتمام خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأن يضع هيئة لتتبع ومواكبة هذه الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات في الجهة. وينبغي كذلك أن يكون هنالك تكامل من أجل إحداث إطار تنافسية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومة التربية والتكوين خصوصا في الجامعات، لتتمكن كذلك من خلال ذلك إلى توفير أطر التي قد تساهم في تقوية هذه التعاونيات وهذه التعاونيات وهذه الجمعيات، لأن الدين اللي تنتكلموا على التعاونية كتشوفوا الفلاحة، ولما كاين التعاونية ديال قطاع الكهرباء، كاين التعاونية في الإلكترونيك، كاين التعاونية في البحوث الأمية، كاين التعاونيات كذلك في تنشوفوا في عام سنة 1985 يعني فلوروبيات من الخارج مستثمرين الدور توطن إلى هذه الفلاحة الصغار. اليوم كاين الحمد لله مع المشروع ديال المغرب الأخضر واحد العدد ديال المنجزات. دابا كاين التشجير ديال الأشجار المثمرة، ولكن إذا ما وقفناش لاغرو اندستري راه الشيء اللي وقع للمولين الطماطم غادي يوقع للمولين الحليب، غادي يوقع لهذا الشيء ديال التشجير ديال الاشجار المثمره. لهذا السيد الرئيس اكثر من هذا السيد واحد النقطه اخرى، وهو هذه المنطقه الناس ديالها كانوا كيعيشوا بواحد المستوى عالي. اليوم اصبح الفقر في هذه المناطق تسبب في الهجره القرويه، في احداث مدن، بناء مدن ديال الصفيح اللي الدوله حاربت ملايير باش تحيدوا هذه المدن ديال الصفيح. ثالثا الضربه القاضيه ديال المنطقه ديال الوالديه من الوالديه لسيدي عابد، وهو الاتفاقيه ديال رمسار، يعني باش نحولوا ونوجهوا هذه الساكنه اللي العدد ديالها 100,000. المحامين الجديده شكرا ومرحبا بك عندنا. ان هذا العرض كان مناسبه اولا لتعريف هذه المؤسسات التشغيليه اللي هي والحق اللغوي نقول لان من انشط المجالس التشغيليه عندنا عددها كثير، ولكن هي نشطه جدا. والدليل على انها نشطه جدا هي انها ما تزال رغم انتهاء كليتها في شهر فبراير 2016 وكتستهدف من الامتداد، ومع ذلك هي ما تزال تنشط ولم تستهدف الرعاه وتستهدف خصوصا انها تهتم بواحد الجوانب لا تصله بالجانب الاجتماعي ديال المواطن. حقيقه العرض كان مناسبه لتعريف هذه المؤسسه والتاثير بها، وكذلك كان مناسبه لكذلك استعراض النواقص والمعيقات ديال هذه الجمعيات التعاونيه ديال هذا القطاع ديال التعاون والتعاوني الجمعوي. ابرز النص القانوني معين في النص القانوني المنظم هذه الحالة قضية ديال انعدام الحوافز او قيمتها كذلك الاشواط الى اخره. انا اللي بغيت نقول فقط والفت انتباهي هو انه لانه هذا النظام التكافلي التعاوني التعاضدي ليس مساله طارئه علينا، فهي مجتمع من صميم المجتمع المغربي الاسلامي كلنا نعيشها على مستوى الدوار، على مستوى القصور ما زلنا نعيشها كالشركات. ما زال عندنا شركات عائلات كالشركات عائلات، ولو انها لا تدخل المجال اللي كتحدثوا عليه، ولكن راه كاين حتى الشركات الان رغم انها شركات مساهمه او شركات مسؤوليه كتبقى شغل خدامين
كيقرروا هما كاين ثم اللي نبغي نركز فيه هو خاص المجلس ينتبه الى واحد المسألة، هو انه كانت بعض الانظمه العقاريه كان لها طابع اجتماعي. اقصد بذلك مثلا اراضي الجموع، سميت اراضي الجموع لانها كانت ذات طبيعه قانونيه. هل بقت اراضي الجموع تقوم بهذا الدور؟ ملي تولي كتوزع هي ذاك القانون اللي كينظم ديال كيعطي الدوله الناس بعض الاملاك ديالها اللي فاتت بعض الفلاحين اللي كانوا في بدايه السبعينات للحد من الهجره. عنده حق 16000 طير مع البيئه، مع احترام البيئه، ولكن احترام الانسان تا. وشكرا.